السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتكى مواطنون خلال الأيام الماضية من اختفاء أموال من حساباتهم البنكية لدى بنك السياش، وقالوا إنهم تفاجأوا بنقص في أموالهم المودعة بهذه المؤسسات بشكل غريب. عدد من الأشخاص لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه من اختفاء المال دون مبرر أو شرح من الوكالات البنكية التي يتعاملون معها، ليتسبب تناقل هذه الأخبار في حالة من الخوف والارتباك، مما دفع مؤسسة سياش إلى التوضيح. ونفى البنك أن يكون هناك أي اقتطاع أو سحب غير قانوني لأموال الزبائن، مشددا على أن ما حدث هو اقتطاع متأخر لأموال بسبب مشكلة في تأكيد عمليات بنكية تمت أيام 3 و4 دجنبر 2022. وواضح أن العمليات البنكية خلال هذه التواريخ تم في بداية اقتطاعها من الحسابات بشكل مؤقت، لكن ونتيجة لعدم تأكيد العمليات من قبل مركز النقديات تمت إعادة المبالغ المسحوبة إلى أرصدة الزبائن. وخلال الأيام الماضية توصل البنك أخيرا بملف العمليات من قبل المركز، وبناء على ذلك شرع في اقتطاع الأموال التي استخدمها زبائنه في عمليات يومي 3 و4 دجنبر بطريقة صحيحة وبتاريخ إجرائها الحقيقي. والمؤسسة قالت أيضا إن هذه الإجراءات ظهرت وكأن البنك اقتطع المال مرتين، إلا أنها تتعلق بنفس العمليات، مؤكدا أن أموال الزبائن محفوظة ولم يمسسها أي نقد، ويمكن مراجعة كشف الحساب الشهري للتأكد من مجموع الحساب والعمليات المتبقية.